شوفوا السوائل اللي فيها عامله ازاي، شوفوا طريه ازاي. ازيكم؟ صباح الفل والهنا والسكر. النهارده هنعمل مع بعض الكفته المشويه. يلا بينا. نص كيلو لحمه. نص كيلو اللحمه انا بعمل له بصلتين وسط، يعني كويسين، مش صغيرين ومش كبار قوي. بنفرمهم في الكبه بس بنفرمهم قوي، بنفرمهم ناعم، وبعدين بنصفيهم في المصفى وبناخد التفل بتاعهم، ما بناخدش الميه بقى بنستخدمها في التصبيع، في ان احنا لما بنيجي نصبعها على السيخ بنستخدم الميه، بنحط عليها معلقه صلصه وشويه ملح وفلفل ونستعملها. هوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. خلاص انا حطيت اللحمه بتاعتي هنا اهي. هعمل بقى البصل بتاعي اهو، انا مخرطاه علشان افرمه في الكبه. بصوا هنفرمه بالمنظر ده كده، بيبقى ناعم قوي. هنصفيه بقى اهو. الوصفه بتاعتي هنزل بالبصل هنا كده. عموما الكفته ما بتحبش الفزلكه، يعني ايه؟ يعني ما بتحبش بهارات كتير، هو يا دوب ملح وفلفل. عايزين تحطوا معلقه صغيره من بهار الكفته ماشي، مش عايزين بتبقى حلوه جدا برضو. هي الكفته بتاعت الحاتي اصلا بيحطوا فيها ملح وفلفل بس، بصل تفل بصل وملح وفلفل بس، وبتبقى طعمها تحفه ومحتفظه بالسوائل بتاعتها. ميه البصل اهي، هحط عليها معلقه صلصه كبيره، وهحط عليها رشه ملح وفلفل اسود بس. الملح بقى، الفلفل الاسود. اللحمه بتاعت الكفته لازم يكون فيها دهون كتير، لازم يكون فيها نسبه دهون. احط رشه بيكنج باودر، رشه بس، يعني ربع معلقه صغيره، بتخليها طريه قوي. لو هتستخدموا بهار كفته استخدموا ماجدة، ده احسن نوع بهار كفته ممكن تستعملوه، طعمه حلو قوي. انا حطيت معلقه صغيره منه. يعني مثلا لو عندي كيلو لحمه يبقى 3/4 لحمه والربع دهون. لازم تكون فيها نسبه دهن عاليه علشان تبقى طريه، ده بيساعد على طراوتها. كان في مره طياره، الطيار دي بقى كان عليها الطيار وواحد دكتور ومحامي وطفل صغير وشيخ كبير.